تخيّلوا بقى إن الصينية دي عندكم في رمضان، بُصّوا الجمال والطعامة المدلّعة وحقيقي فعلًا هي مدلّعة، نعملها على طريقة الحلواني بس إيه بقى، طريقة سهلة جدًا وبسيطة زي ما اتعودنا مع بعض، بُصّوا الجمال والطعامة الصينية دي خطيرة يا جماعة، وكل حاجة فيها اتعملت في البيت، بُصّوا الجمال، هاطلّع لكم منها بقى وأورّيكم شكلها عامل إزاي، تقدروا تعملوا منها بولات صغيّرة، صواني صغيّرة زي ما بتتباع كده عند الحلواني نحلّي بيها بعد الفطار، اعملوا لايك وشير للفيديو، يالّا بينا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة هنعمل الكراميل، معايا نُص كوباية من السكر باحطها كده على طاسة على نار هادية واسيبها لحد ما تبتدي تكرمل، أكمّل بقى إيه وأدوّبها كلّها لحد ما تتكرمل. بعد كده بانزل عليها بنُص كوباية من المَيّة المغلية، وبعد ما أدوّبها أروح نازلة بنُص كوباية من الحليب، عليها معلقة كبيرة من النشا وأقلّب بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، معلقة من الزبدة وحطيت فانيليا بس هي ما بانتش، بس إيه أنتم حطّوا فانيليا باودر أو سايلة عادي جدًا، والكراميل معايا بيبقى جاهز. بعد كده باجيب ربع كيلو من الكنافة، معلقة محترمة كده من السمنة البلدي، وابتدي إيه أقلّبهم بقى على النار لحد ما تاخد معايا لون دهبي حلو كده. تمام، بُصّوا شكلها أهي بتاخد معايا لون دهبي جميل، أول ما تاخد اللون الحلو ده أروح نازلة عليها ب3 معالق كبار من السكر البودرة، واسيبه بقى إيه يسيح معاها كده وهي سخنة، وهيبقى ده بديل الشربات، لو أنتِ عندِك شربات تقدري تدّيها 3، 4 معالق كده وبرضه هتبقى تمام. نعمل إيه الكريمة عشان بقى الأهم من الشغل تضبيط الشغل، الكريمة عبارة عن كوباية من الكريمة، نُص كوباية من السكر، كوباية من المَيّة المثلجة، وهنضربهم كويس جدًا مع بعض. حضّرنا كل حاجاتنا، كنت عاملة بسبوسة وياما عملتها معاكم قبل كده، هتلاقوها موجودة على الصفحة وعلى القناة. فجِبت بقى البسبوسة بتاعتي كده، عملت منها طبقة في الصينية اللي هاشتغل فيها، كسّرتها بالشوكة بالشكل ده عشان أعملها طبقة كده إيه، تبقى القاعدة بتاعتي. بعد كده حطيت الكريمة اللي عملناها في كيس حلواني وبدأت أنزل بيها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. وبعد كده سويتها كده بمعلقة أو بسباتيولا أو أي حاجة موجودة عندِك، تمام كده؟ هي بقى سهلة جدًا. بعد كده باجيب الكنافة طبعًا كل الحاجات دي باردة ما فيهاش أي حاجة سخنة، تمام كده؟ وابتدي أعمل منها طبقة محترمة كده على الكريمة، وبعد كده أجيب كريمة تاني بالشكل ده، هي سهلة يا دوب بس تعملي الحاجة كلّها وبعد كده تركّبيها على بعضها مش هتاخد معاكِ وقت تمام. بعد كده أسيّسها كده واحدة، واحدة عشان الكنافة ما تطلعش مع الكريمة، وبعد كده باجيب بقى شوية تاني من البسبوسة أو الهريسة وابتدي أهرسهم بالشوكة بالشكل ده في طبق لحد ما أفرفتهم وابتدي أحطهم كطبقة تانية من فوق بالشكل ده. وهكذا بقى عايزة تعملي طبقتين، 3، 4 براحتك خالص زي ما أنتِ حابة. على حسب بقى إيه حجم الصينية اللي هتعملي فيها، وزي ما قُلت لِك لو عملتِ في بولات هتبقى إيه طبقة من دي وطبقة من دي، تمام، بعد كده حطيت عليها كنافة، وجِبت آخر طبقة بقى حبّة كريمة محترمين كده غلّفتهم كويس جدًا، وبرضه سويتها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، أدخّلها التلاجة حوالي نُص ساعة، وبعد كده أنزل عليها بالكراميل اللي عملناه في أول الفيديو خالص، وطبعًا بارد، تمام، بعد كده هاسويه بالشكل ده. بعد كده خدت حبة كريمة حطيتهم في كيس تلاجة وعملت له فتحة وبدأت أعمل دواير بالشكل ده عشان أديها نفس الشكل اللي بيتباع في المحلات. جبت خلة كده أو عيدان الشيش طاووق وبدأت أعمل الشكل ده زي ما انتم شايفين خطوط رايح جاي كده ادتني شكل حلو قوي. بس لسه التزيين بتاعنا ما خلص، هجيب شوية كنافة من اللي كنا محمرينهم أحطها على الجنب كده عشان بقى تبقى زي بتاعة الراجل بالظبط، واروح حاطة على الحروف بالشكل ده وشوية في النص وعليها كريزة كده تكسر اللون، ومش قادرة أقول لكم على الجمال والطعم، خطيرة بجد تحفة والله الصينية دي ما قعدت. إيه رأيكم في الجمال والطعامة دي؟ اعملوها بقى وسجلوها واحفظوها عشان رمضان، كل سنة وكلكم طيبين وبخير وسعادة يا رب. إيه رأيكم بقى في فيديو النهارده سهل وسريع وبسيط، بألف هنا وشفا لكل اللي يجربها، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وبس كده.